السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين ومشاهدين قناة دايما عامر. النهاردة فيديو جديد من قناة دايما عامر. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين احنا هنسوي الفراخ البيضة، ولكن هنعمل لها يعني طريقة كويسة بحيث ان حضرتك يعني ايه تحسي بالطعم فيها كويس وما تحسيش فيها بأي زفارة، وتبقى الشوربة بتاعتها بيضة وجميلة وما فيهاش أي زناخة ولا أي زفارة. طبعا لازم تهتمي في البداية بغسيل الفراخ. حضرتك بتجيبيها من عند بتاع الفراخ وتبدأي ان انت تعيدي عليها تشوفي اي فيها اي ريشة اي بتاع، وتقطعي المنطقة اللي بتبقى عند في الاخر في نهاية عند اللي بيسموها الزلموكة بتاع الفراخ عند دي الفرخة كده. تبدأي ان انت في حتة هناك زفرة تبدأي ان انت تقطعيها وتهتمي بنظافة الفراخ. طب بعد كده تبدأي ان انت تنقعيها، ولكن تنقعيها مش في ميه. حضرتك ممكن ان انت تحطي معلقه دقيق ومعلقه ملح وليمونه، وما تحطيش خل لان الخل بيكتم الزفاره في اللحوم. ما تحطيش خل. ليمونه ومعلقه دقيق ومعلقه ملح وتقلبيها في قلب بعضها وتسيبيها حوالي ربع ساعه تشطفيها مره واتنين. هتلاقيها بقت كويسه معاكي وما فيهاش اي زفاره. احنا هنعمل ايه النهارده؟ هنسويها بطريقه بدائيه جدا ما فيهاش اي افتكاسات. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا معانا هنا معلقة سمنة مولعين عليها النار. هنبدأ ان احنا ندي للفراخ نعمل لها زي صدمة في معلقة السمنة ديت، علشان يعني يبقى لها شخصية، وعلشان تمسك نفسها كده، ومهما دخلت معاكي في سوا ما تتهريش منك وتبقى ماسكة بعضيها وتبقى كويسة معاكي. كده السمنة اتقدحت اهي. هبدأ ان انا انزل حتة حتة كده. بعد ما شوحت الفراخ في السمنة كويس كده واديتها صدمة وسبتها شوية، حطيت عليها البصل وفلفل وطماطم وسبتها تتشوح مع بعضيها شوية، وبعد كده زودتها مية زي ما حضراتكم شايفين. هغطي عليها بقى وهسيبها لحد ما تستوي. وحضرتك مش هتحطي اي ملح دلوقتي، احنا رشينا شوية ملح بفلفل اسود على الفراخ وهي نية بحيث ان هي مع الصدمة تديها طعم كويس. هتغطي عليها بقى وتسيبيها لحد ما تستوي معاكي.